دكتور، نحن بنعرف بالمجتمع الإسلامي أنه الرجال ينتظرهم حور عين في الجنة. السؤال أنه في سورة الدخان قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. إلى أن تقول الآيات: كذلك وزوجناهم بحور عين. أيضا في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم. إلى أن تقول الآيات: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. السؤال أنه الله ذكر كلمة المتقين، فهل أيضا ممكن أن يكون المتقين هم إناث أيضا مثل ما هم رجال؟ يا سيدي، من صياغة الآية نلاحظ الله ولا مرة في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنتن، ولو جاءت بصيغة المذكر يا أيها الذين آمنوا، أي المقصود الرجال والنساء. لذلك الله حينما يقول إن المتقين يقصد الرجال والنساء، لأن كلمة المتقين لم ترد والمتقيات، لذلك الحور العين هم للرجال والنساء مع بعض. طب دكتور، تشرح لنا أكثر لحتى يعرف المشاهد شو هن الحور العين؟ الحور العين بين هلالين بالمعنى الحالي، هم دليل سياحي أو عبارة عن الخدم الذين يوزعون الشراب والفواكه وكل هذه الأمور. والدليل على ذلك أنهن لسن للعمل الجنسي مثل ما يعتقد الكثير. الله ذكرهن في آيتين، وكل آية سبحان الله مكونة من كلمتين فقط لكي الله يحسم الموضوع. بسورة الواقعة ماذا قال عن الحور العين؟ قال عربا أترابا. عربا أي صغيرات السن دون 10 سنوات، أترابا أي صديقات وليس زوجات، فالزواج في الآخرة يكون نفسي وليس جسمي. قال تعالى وإذا النفوس زوجت وليس الأجسام. أيضا كرر ذات الموضوع بسورة النبأ، سورة عمل الشهيرة، قال تعالى وكواعب أترابا، والكاعب هي الأنثى دون 10 سنوات التي ليس لها صدر أي صغيرة، وأيضا كرر كلمة أترابا. فالحور العين هم كدليل سياحي وللخدمات فقط للرجال والنساء. إذا جميل دكتور، يعني حتى النساء يطمنوا هلا في عندهم حور عين بالجنة. صحيح دكتور، بدي أتشكرك كثير، رح ننتقل هلا مع